السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا وصفة جديدة، معايا لفة جلاش ومعايا هنا زبدة أنا مسيحاها ومعايا صينية تمام مفيهاش أي حاجة. هبتدي إن أنا أحط هنا زبدة كده في الصينية بتاعتي، أحط كمية كويسة يعني مش كتير، بس إيه اللي هي يعني تبقى كويسة يعني ما تكتريش قوي. بصوا بالطريقة دي. معايا هنا بقى لفة جلاش، هبتدي ان انا اخد منها ورقة 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 كده، وهبتدي ان انا اكورها واحطها في قلب الصينية، هعملها كده زي وردة بالطريقة دي، وهرصها في الصينية كده. هعمل بقى كله بنفس الطريقة كده. اهم حاجة ورقة ورقة عشان ما تبقاش تخينة معاكي وتبقى طعمها حلو. اهو هعمل بقى كلها نفس النظام كده، وهرجع لكم تاني بعد ما عملناها بقى وخلصناها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا معايا زبدة هنا، هبتدي ان انا احط كده. هتحطي برضو يعني كمية زبدة حلوة يعني عشان متبقاش طالعة ناشفة معاكي. هخلصها بقى وهرجع لكم تاني. وبكده بعد ما خلصنا صينية الجلاش بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين، هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 او 200 على حسب الفرن بتاعي، وهوريها لكم بعد ما تخرج. ولسه احنا مش هنحط عليها شربات، هقول لكم هنحط عليها ايه. هنا حطينا الجلاش في الفرن عقبال ما يستوي، قلت هنعمل ايه الكريم كراميل. معايا هنا علبة كريم كراميل، وده نص كيلو لبن. انا حطيت عليه معلقتين سكر كبار عشان انا مش هستخدم شربات. معايا بقى هنا كيس الكريم كراميل، هفتحه كده وهضيفه على نص كيلو لبن وهدوبه. هفضل بقى اقلبه لحد ما يتقل معايا يكون الجلاش استوى. خلصنا طبعا الكريم كراميل بتاعنا، وادي الجلاش طلع من الفرن اهو زي ما انتوا شايفين اهو. معايا هنا طبعا كريم كراميل اهو، هقلبه كده واروح حطاه فوق الجلاش وهو سخن، ما ينفعش يكون بارد. زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتسيبيه بقى يهدى شويه، بعد كده ايه هنقطع منه وهوريه لكم. وبكده بعد ما الجلاش بتاعنا برد، هنبتدي ان احنا نقطع منه قطع. هو ما بردش قوي يعني، لسه ايه سخن شويه اهو. طعمه حلو جدا، اتمنى تجربوه واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده.